فيلمنا بيبدأ مع ميرا واللي بتشتغل كاتبة قصص أطفال، وفي يوم بتبقى قاعدة في مطعم لوحدها وبترسم رسمة جديدة، وبعد شوية بيجيلها رسالة من جون حبيبها واللي فجأة بيظهر في المطعم اللي هي فيه وبيسلم عليها، وبيظهر انهم بيحبوا بعض جدا وبيتكلموا عن خطتهم لباقي اليوم، وبيتفقوا انهم يتقابلوا بالليل في بيت ميرا واللي بتوعده انها تطبخ له، وبيتريقوا مع بعض على طبخها. وبعدها بيضطر جون انه يمشي علشان شغله، وبتمسك فيه ميرا علشان مش عايزاه يمشي، فبيعتذر لها وبيمشي وبيعدي الشارع وهو باصص لها ومركز معاها. ساعتها بتيجي عربية وبتخبطه وبيموت جون في ساعتها، وبتتصدم ميرا اللي بتشوف حبيبها وهو ميت قدام عينيها. وبتعدي سنتين وبتظهر ميرا وهي قاعدة في بيت والدها ووالدتها، وده لانها عايزة تبعد عن المدينة اللي حبيبها مات فيها. وبتفضل اختها سوزي تكلمها كل يوم علشان تقنعها ترجع تعيش معاها في المدينة، وبتفضل تحاول بكل الطرق لدرجة انها بتقول لها ان جون عمره ما كان هيقبل انها تحبس نفسها بالشكل ده، لحد ما في يوم بتقتنع ميرا اخيرا وبتقرر انها ترجع لبيت اختها. والاول مرة بتركب عربية جون اللي مركبتهاش من سنتين، وبتوصل لبيت اختها سوزي وهي متأثرة، وبتقول لها ان ريحة جون لسه في العربية. وفي البيت بتقعد سوزي مع ميرا وبتديها صندوق مكتوب عليه اسم جون، وبتطلب منها تفتحه، لكن ميرا بتكون خايفة تتألم بسبب افتقادها لحبيبها. فبتقول لها سوزي انها عدت سنتين وانها لازم تتخطى الموضوع وتحاول ما تتأثرش بيه اكتر من كده. فبتفتح ميرا الصندوق وبتلاقي تيشيرت الجون فبتلبسه، وبعدها بتلاقي خاتم الزفاف اللي كان هيتقدم لها بيه فبتلبسه وهي منهارة من العياط، وبتقول انه كان عاوز يتجوزها بس الموت ما سمحلوش. فبتحضنها اختها وبتحاول تخفف عنها. وفي مكان تاني بيظهر الصحفي روب اللي بيشتغل كناقد موسيقى، وبيصحى من النوم على صوت تليفونه اللي بيبقى بيرن اكتر من مرة، وبيلاقي كمية رسائل كتير من شغله، وده لانه اتأخر جدا عن ميعاده. فبيقوم بسرعة علشان يلبس، لكن بيجيله اشعار من خطيبته السابقة واللي بتكون منزلة صورة ليها مع حبيبها الجديد، وبيظهر انها في قمة سعادتها. فبيتأثر روب جدا وبيفضل قاعد مكانه من الحزن اللي هو فيه. وفي الشركة بيوصل روب مكتب المدير واللي بيتخانق معاه بسبب انه فاقد الشغف من ساعة ما حبيبته سابته قبل الفرح باسبوع، وبيطلب منه يتخطى الموضوع ويحاول يجدد شغفه لانه هيقابل اشهر مغنية في العالم واللي بيكون اسمها سيلين، وبيقول له انه بيحبها وكل الناس بتحبها ومقابلتها محتاجة الشغف. فبيوافق روب من غير ما ينطق كلمة، وبيخرج يقعد على مكتبه. وهناك بتجيله زميلته في الشغل تديه موبايل جديد خاص بالشركة، لكن روب بيرفضه وبيقول لها انه معاه موبايله، لكن بتصمم زميلته انه ياخده، وبتقول له ان الشركة كلها اخدت واحد. فبيضطر روب ياخده وهو متضايق. وبنرجع لميرا وسوزي اللي بيخرجوا سوا المطعم بيروحوا فيه دايما، وهناك بيجي صاحب المطعم يقدم لهم وجبة اسمها ميرا، واللي بيبقى سماها على اسم ميرا بسبب حبه ليها. فبتشكره ميرا وبتسأله ازاي قدر يتخطى زوجته، فبيقول لها انه بيقعد كل يوم بالليل يمثل انه بيشرب معاها ويتكلم كأنها لسه موجودة، وده لانه مؤمن ان الاموات ما بيتكلموش، لكن مين قال انهم ما بيسمعوش. فبتنور الفكرة في دماغ ميرا وبتقرر انها بالليل تعمل كده. وبالليل بتقعد ميرا لوحدها وبتحط كرسي قدامها وبتحاول انها تتكلم مع جون، لكنها بتحس انها مجنونة، فبتقرر انها تبعت له رسالة على رقمه القديم وبتحكي فيها عن مشاعرها وعن مدى افتقادها ليه. في الوقت ده بتيجي اكتر من رسالة لروب على موبايل الشغل بتاعه، فبيستغرب روب جدا وبيفضل يقرا الرسائل وهو متأثر ومش عارف مين بيبعتها له. وفي تاني يوم بتروح ميرا تسلم شغلها في المجلة اللي بتشتغل فيها، وهناك بتتصدم صاحبة المجلة من سوداوية الصور اللي هي رسماها ومن حزنها، وبتفكرها انها بترسم لمجلة اطفال واللي بيبقوا عايزين يشوفوا البهجة والفرحة في كل مكان. فبتقول لها ميرا انها حاسة انهم المفروض يعرفوا ان الحياة مش وردية زي ما هم فاكرين. فبتقول لها صاحبة المجلة انها بتكره الضغط على المبدعين اللي زيها، لكنها مضطرة تعمل كده. وبتنادي على السكرتيرة بتاعتها وبتشاور عليها وبتقول لها ان دي عايشة لوحدها وبتصرف على مامتها، ولو ما اشتغلتش هترفدها. وبتتصدم ميرا وبتخاف جدا وبتقرر انها تحاول ترسم من اول وجديد. في الوقت ده بيبقى روب قاعد في الشركة بيقرا رسائل ميرا اللي بتبعتها له، وما بيكونش عارف مين صاحب الرسائل دي. فبيبص حواليه وبيشوف زميلته في الشغل وهي ماسكة موبايلها، فبيشك انها اللي بتبعت له رسالة، وبيطلب منها تكلمه على انفراد. وبعدها بيسألها لو هي عندها مشاعر ناحيته، وبيبقى مكسوف جدا وبيقول لها انه شايف انها شخص لطيف لكنه مش هيقدر يدخل في علاقة دلوقتي. وبتستغرب زميلته من كلامه وما بتكونش فاهمة قصده وبتتريق عليه، وبتقول له انه اصلا قد ابوها. فبيقول لها روب انه عنده 35 سنة بس. وبعدها بيوريها الرسالة وبيسألها لو هي اللي بتبعتها، لكن بتستغرب زميلته من الرسالة الرومانسية المبعوثة من رقم غريب، وبتقول له انه ممكن حد ينصب عليه وعايزه يبعت له رقم حساباته في الاخر، وبتطلب منه يخلي باله. لكن روب مش بيصدقها وبيفضل مستني الرسالة من الشخص المجهول طول اليوم. وبعد شوية بيروح لاجتماع صحفي للمغنية سيلين، وهناك بيقعد يسمع لحد ما بتجيله اكتر من رسالة من ميرا، فبيقراهم روب وبيسرح معاهم. فبتتضايق منه سيلين وبتسأله لو هي محسساه بالزهق للدرجة دي، فبيعتذر لها روب وبيسألها عن الاغاني اللي كتبتها، وبيكرر لها اكتر من جملة مشهورة في اغانيها، وبيسألها لو هي فعلا حست كده. فبتقول له سيلين انه واضح انه ما يعرفش حاجة عن الحب. وبنرجع لميرا اللي بتبقى بتبعت رسائل لرقم جون القديم، وفجأة بتقاطعها سوزي وبتوريها الحساب اللي عملته لها على تطبيق
تطبيق المواعدة، وبتطلب منها تحاول تنسى اللي فات وتعيش حياتها حتى لو ليوم واحد بس، وبتفضل تضغط عليها لحد ما بتوافق انها تجرب. وبعدها بتبعت رسالة على رقم جون القديم تقوله فيها انها حاسة بالذنب للي هتعمله، وبتقوله اسم المكان اللي هتروح فيه وبتحكي له عن الشخص اللي هتقابله. في الوقت ده بيشوف روب الرسالة في الشركة، فبيقترح على صحابه انه يروح يشوفها لانه نفسه يعرف هوية الشخص اللي بيكتب الرسائل دي، وبيقرر صديقه انه يروح معاه علشان ما يسيبوش لوحده. وفي الوقت اللي بيوصل فيه روب للمطعم بتوصل ميرا مع سوزي اختها واللي بتحاول تشجعها علشان تدخل، واخيرا بتدخل ميرا واللي اول ما روب بيشوفها بيحس انه يعرفها وبيتمنى انها تكون نفس الشخص اللي بيبعت الرسالة، وبيفضل قاعد مراقبها. اما صديقه فبيحاول يراقب باقي الناس، وبعد شوية بيوصل الشخص اللي المفروض ميرا تقابله وبيقعد معاها، لكن بيظهر ان ميرا مش معجبة بيه وبتكون متضايقة جدا. وبعد شوية بيروح صديقها للحمام، فبتبعت ميرا رسالة رقم جون بتحكي له فيها عن كل حاجة، وبتقوله انه تقريبا كده الشخص اللي معاها راح يلعب ضغط في الحمام علشان يبقى البامب. وبيعرف روب انها مش مبسوطة معاه، لكن بعد شوية بيتفاجئ انهم مروحين سوا، فبيتضايق جدا وبيحاول صاحبه يخفف عنه. وبنروح لميرا اللي بتركب العربية مع صديقها، وفجأة بيقرب منها وبيبقى عايز يلمسها، لكن ميرا بترفض وبتقوله انها عايزة تتعرف عليه الاول. فبيتضايق صديقها وبيفتح قدامها تطبيق المواعدة وبيختار بنت تانية، وبتتصدم ميرا من طريقته وبتطرده من العربية. وفي تاني يوم بتبعت رسالة لجون بتعبر له فيها عن مدى افتقادها ليه، فبيبتسم روب وبيعرف انها مش مبسوطة مع الشخص اللي قابلته. وبعدها بيروح روب لمقابلة خاصة مع سيلين، واللي بتقرر انها تسأله عن حياته بسبب عدم ايمانه بالحب، وبتعرف انه حس بيه قبل كده مع خطيبته السابقة لكنه قرر يبطل يؤمن بيه. لكن روب بيحكي لها انه بدأ يحس كده تاني لكن مع شخص ما يعرفوش، وبيسألها لو ينفع حد يقع في حب شخص تاني من كلماته بس، فبتنبهر سيلين بيه وبتتحول المقابلة الرسمية اللي بينهم لمقابلة 2 صحاب. وبتشوف سيلين رسائل ميرا وبتنبهر من جمالها وصدقها، وبتنصح روب يحاول يتعرف عليها في اقرب وقت. وتاني يوم بتبعت ميرا رسالة لموبايل جون القديم بتكتب فيها جملة من اغنية اوبرا مشهورة عن 2 بيحبوا بعض، لكن واحد فيهم مات وعشان حبيبه يشوفه لازم يبص في عينيه، لكن ما قدرش يستحمل بسبب الحب اللي جواه وافتقاده ليه وكسر القاعدة واتحرم منه للأبد. وبيحس روب بجمال القصة وجمال الحب اللي فيها، وبيقرر انه يحضر كل العروض في الأوبرا لحد ما يقابل ميرا في مرة. وفعلا بيفضل روب كل يوم يحضر نفس العرض، وكل مرة بيحس حاجة جديدة لحد ما في يوم بيشوف فعلا ميرا وهي لابسة فستان جميل وخارجة من الأوبرا، فبيفضل سرحان في جمالها لحد ما بتروح ميرا بتسأله لو هما يعرفوا بعض، فبيقول لها روب انه حاسس انه يعرفها من زمان لكنهم ممكن يتعرفوا. وفعلا بيتعرفوا وبياخدوا أرقام بعض، وبيظهر على ميرا السعادة بعد ما بتحس بحاجة مختلفة ناحيته. وبيتأكد روب من رقم ميرا واللي بيكون نفس الرقم اللي بيبعت له الرسائل. وبالليل بيقرر انه يدور عنها على الانترنت، وبيعرف انها كاتبة قصص للأطفال، فبيدخل على حسابها الشخصي وبيتفاجئ ان حبيبها اللي بتكلمه ميت، فبيتصدم وما بيكونش عارف ازاي هيقول لها انه كان بيشوف رسائلها لحبيبها الميت. وفي تاني يوم بيروح روب يقول لصحابه انه اخيرا اتعرف على ميرا، وبيكون في قمة سعادته. وفجأة بتجيله مكالمة من ميرا، فبيتحمس لدرجة انه ما بيكونش عارف المفروض يعمل ايه. وعلى الناحية التانية بتظهر ميرا وهي متحمسة برضه ومكسوفة جدا، فبيرد روب بسرعة عليها وبيقرر انه يعزمها على العشاء. فبتوافق ميرا وهي مبسوطة وبتروح تجهز نفسها. وعلى العشاء بيقعد روب مع ميرا وبيكون مبسوط جدا، وبيفضلوا يتكلموا هما الاتنين بكل بساطة وكأنهم يعرفوا بعض من زمان، وبيلاقوا توافق في أجوبتهم وكل حاجة بيعملوها بشكل غريب. وبعد العشاء بيفضلوا يتمشوا وهم مبسوطين وبيعترفوا بإعجابهم لبعض. وفجأة بيلاحظ روب خاتم الجواز في إيد ميرا، فبتحكي له ميرا عن حبيبها اللي مات قدامها واللي كانت متأكدة انهم هيعجزوا سوا وهيموتوا سوا. فبيحكي لها روب كمان عن حبيبته اللي اتخلت عنه قبل الفرح بأسبوع، ومن وقتها وهو بيتسأل عن العمل الوحش اللي يخليها تسيبه، لكنه وصل ان الحب ممكن يختفي قبل ما يبدأ في عالم زي اللي هم عايشين فيه. فبتبتسم ميرا من جمال كلامه وبيكملوا تمشية سوا، وده لحد ما بيقابلوا واحد بيعزف وسط الشارع، فبيطلب روب من ميرا انها ترقص معاه، وبيفضلوا يرقصوا لحد ما العازف بيخلص عزفه وبيمشي. لكن روب بيفضل هو وميرا يرقصوا على مزيكتهم اللي هم بس سامعينها. وبيجي الصبح وما بيحسش روب او ميرا بالوقت، وبيقرروا انهم يروحوا لبيتهم ويتقابلوا بالليل في بيت ميرا. وفي الشغل بيسأل روب صحابه لو المفروض يقول لميرا الحقيقة، فبيقولوا له انه ما ينفعش يبني علاقته على كذبة ولازم يقول لها، لكن روب بيبقى خايف انه يخسرها وبيقرر انه يستنى شوية. وبالليل بيروح بيت ميرا وبيقعدوا يطبخوا سوا وبيستمتعوا بوقتهم لحد ما بتنام على صوت روب، فبيغطيها وبيشيلها علشان تنام في سريرها، وبيقرر انه ينام في الصالة. وفجأة بتدخل سوزي عليه وبتتخض جدا اول ما بتشوفه، بس بتعرف انه صاحب اختها وبيفضلوا يتكلموا سوا للصبح. وبتصحى ميرا على صوتهم، فبتتوتر جدا لما بتعرف ان روب لسه في البيت، وبتخرج بسرعة تركب عربية جون وهي حزينة وبتعيط. فبيمشي روب وهو حزين وبيروح لسيلين وبيحكي لها على اللي حصل وعن حبيب ميرا اللي مات واللي مش بتكون قادرة تنساه. وفجأة بتقاطعهم المساعدة بتاعتها واللي بتكون جايبه لها صورة الملصق الإعلاني بتاعها، لكن سيلين مش بتعجبها الصورة. وفجأة بيفكر روب في فكرة وبيقترح على سيلين انه يخلي ميرا ترسم لها
الملصق الاعلاني بتاعها. فبتوافق سيلين وبتتصل بميرا اللي ما بتكونش مصدقه انه سيلين طلبت تقابلها، فبتروح وهي مبسوطه وبتتفق معاها على الملصق وعلى ميعاد التسليم. وبتخرج ميرا وهي في قمه سعادتها وبتقرر انها تقابل روب وبتعتذر له عن الطريقه اللي مشيت بيها. فبيعذرها روب وبيقول لها انه مقدر احساسها، وبيقرروا انهم يلعبوا ماتش سله سوا. وفي تاني يوم بيضطر روب انه يروح شغله وبيدخل الحمام علشان يستحمى. في الوقت ده بتفوق ميرا وبتلاحظ وجود كتاب عن سيلين، فبتحركه وفجاه بيتفتح قدامها اللابتوب الخاص بروب وبتلاقي عليه كل رسايلها اللي بعتتها لجون. فبتتصل بالرقم اللي كانت بتبعت عليه وبيشوف روب الرقم، فبيخرج من الحمام وهو ماسك الموبايل وبيعرف انها كشفته. وما بتصدقش ميرا ان روب كان بيكذب عليها طول الوقت ده، وبتمشي وبتسيبه وبينهار روب وبيحاول يعتذر لميرا بكل الطرق لكن من غير فايده. فبيقرر انه يكتب لها رساله في المقاله بتاعته واللي كان مفروض تكون عن سيلين، وبيقول فيها انه كان راح يعرف اكتر عن سيلين، لكن اللي حصل انها هي اللي خلته يعرف نفسه اكتر. وبعدها يكتب اكتر من رساله لميرا بيعبر لها فيها عن حبه وعن حياته اللي اتغيرت بسببها وعن الامل اللي زرعته جواه من غير ما تحس. وبيطلب منها تسامحه وتقابله في المكان اللي سمعوا فيه مزيكتهم الحقيقيه. وبيروح روب للمكان اللي كان فيه مع ميرا وهم بيرقصوا، وبيفضل مستنيها طول الليل لحد ما بتيجي في باله فكره، وبيقرر انه يروح يدور عليها في الاوبرا. وفي اول مكان يتقابلوا فيه، وهناك بيلف في الشوارع حوالين الاوبرا اللي بتكون قافله لحد ما فجاه بتظهر ميرا من وراه. فبيجري روب عليها وبيعتذر لها وبيعترف لها بحبه، فبتطلب منه ما يكدبش عليها تاني، وكمان يعرف انها هتفضل تحب جون للابد وهتفضل كمان مفتقداه، وان الحزن اللي جواها هيفضل كمان جزء منها. فبيقول لها روب انه متفهم مشاعرها ومستعد يتعايش معاها. فبتشكره ميرا على تفهمه ليها وبيحضنوا بعض وبيقرروا يعيشوا سوا للابد بعد ما قدروا يدوا نفسهم فرصه يحبوا فيها من جديد. بكده بيكون خلص فيلمنا، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير للفيديو، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناه وتشوفوا الفيديوهات القديمه، واستنونا في الفيديوهات الجديده. وما تنسوش تفعلوا الجرس وتكتبوا لنا في الكومنتات ايه الفيلم اللي حابين تشوفوه المره الجايه. سلام.